العيال راحوا سألوا عليه، قالوا له الواحد ب15 جنيه. قلت لهم طب وعلى ايه؟ تعالى اعمله لكم في البيت. اشهر كريب بتاع طبعا المدارس وكمان الجامعات. تقدروا تعملوه بطريقه سهله جدا ومن غير بيض. بقى اقول لك على طريقه حلوه قوي، صلوا على النبي. بس الاول هنحط معلقه كبيره زيت، وهنحط رشه ملح ومعلقه سكر صغيره، وهنحط كوبايه لبن وكوبايه ميه. بصوا هي كوبايه واحده، تعالي بقى المقادير كلها نفس معيار الكوبايه. هتنزلي بكوبايه ونص دقيق. هنشتغل في الكبة على طول. ما عندكيش كبة هتحطي في الخلاط، هتخلي الخليط معاكي ناعم كده وحلو جدا جدا. هنضرب بقى كله كويس قوي. مش هنحط بيض بقى طبعا، البيض غالي، احنا عايزين نعمل حاجة موفرة في البيت وزي بتاعت بره واحلى كمان، طعمه تحفة. هنضرب كويس جدا جدا بالشكل دوت كده في الكبة او في الخلاط. هننعم الخليط معانا. هقلب المعلقة كده تاني على طول كده تقليبة سريعة قوي. مهمة جدا التقليبة ديت عشان لو في اي حاجة في الدقيق طبعا كده ما اتضربتش كويس، بالمعلقة على طول كده تضربيها على طول. يبقى كوباية المية، كوباية لبن، رشة الملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة زيت، كوباية ونص دقيق. ضربناهم كلهم في الخلاط او في الكبة على طول كده. وبقى معايا بالشكل دوت. قلبنا كويس قوي بالمعلقة. وهجيب بقى طبق ومصفى كده على طول ضيقة معايا. هننزل نصفي الخليط بتاعنا ده كله دوت بالشكل دوت عشان لو في اي تكتلات معايا طبعا في الخليط. عايزينه يبقى طالع معانا صافي كده وحلو جدا. اهو شايفين بقى اللي طالع ايه. هنبدأ بقى على طول كده هنرجع، يعني هغسل الكبة وهرجع على طول احط الخليط على طول اللي انا صفيته في قلب الكبة. هنشتغل على طول كده. بس الاول اغطيه بكيس واسيبه يرتاح 10 دقايق كده بالظبط. بعد 10 دقايق هشتغل على طول في قلب اي حاجة تيفال او الجريل اللي انتوا شايفين دوت. شايفين بقى بالمغرفة كده بوزع كويس اوي. لو عندك العصاية بتاعة الكريب طبعا هتشتغلي بيها تبقى حلوة جدا جدا. انا بصراحة مش عندي، فانا بوزع بالبتاعة ديت اللي معايا دي المغرفة. وبيطلع معايا بالشكل دوت. على قد ما تقدري بتوزعي يعني اتجاه دائري. النار متوسطة ولا هي عالية ولا هي واطية. لازم تحطي طبعا بعد ما الجريل يسخن معاكي تبدأي تنزلي على طول بالكريب. خلاص هنسيبه كده حوالي دقيقة. هنبص نلاقيه بدأ ينشف معانا. بنبدأ نسلكه من الجوانب كده على طول بس سخن جدا، خلي بالك. الأول أنا بسلكه، بس بسلكه كده من الجوانب بالراحة خالص بالسباتيولا عشان ما يتقطعش معاكي. وبعد كده على طول هنقلبه على الناحية التانية. اهو بدأ اهو يبدأ ينشف معايا اهو. عشان تقدري تقلبيه ما يتقطعش معاكي لازم يبقى ناشف بالشكل ده. خلاص اهو خد لون اهو. ابدأ اديله لون برده الناحية ديت برده كمان اهيت، ويبقى كده خلص معانا. هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت. هما هيطلعوا حوالي 5 كريبات بالحجم دوت. هي كلها كوباية ونص دي يعني احنا اشتغلنا بيها تمام قوي كده. بحط كده شوية بوزع بقلب المغرفة اللي معايا كده بشكل دائري. ما تسيبوش حتة ما بقاش فيها. بصوا شكل دائري عشوائي خالص اهوت. اهم حاجة لازم تبقي شغالة بالجريل يكون سخن او طاسة تكون تيفال ما بتلزقش. يبدأ ينشف. لو لقيتي كده حتة مخرمة يعني حط لها نقطتين كده من الخليط بتاع الكريب دوت. بعد دقيقة او دقيقة وكام ثانية كده بيبدأ ينشف معاكي. سلكي من الجوانب كويس اوي بالسباتيولا وابدأي اقلبي الناحية التانية على طول. بصوا عملوا حوالي 5. اللبن بقى هنا فايدته ايه؟ بيديك اللون الحلو قوي دوت. تمام. انت ممكن تعملي كله بالميه وتستغني عن اللبن، ينفع طبعا. لكن اللبن بيديك اللون الحلو ده. هما بره طبعا بيشتغلوا إيه بالميه عشان تبقوا عارفين. بس الآلة اللي بيستخدموها للتسوية طبعا بتاعت الكريب بتطلع لون الكريب حلو جدا. احنا في البيت بقى حطينا كوباية اللبن وكوباية المية عشان يدينا لون حلو. هبدأ اعمل كده يعني صوص كده سهل جدا من المستردة والكاتشب. لو عندك مايونيز حطي كمان. لو عندك خيار مخلل تخرطيه كده قطع صغيرة وتحطيه. الصوص ده بيبقى رهيب في الكريب، بيبقى حلو جدا جدا. اقلب كله كويس قوي كده واركنه على جنب. كريب خلاص بتطلعيه على فوطه طبعا وتسيبيه يبرد تماما وتبداي على طول تشتغلي بيه. بصوا بقى بوريكم الطراوه بتاعه الكريب عامله ازاي. استحاله هيقطع معاكي طري وطالع حلو جدا اهوت. زي ما انتم شايفين كده بتني الكريب بالشكل دوت نصين. بحط من الصوص اللي معايا دوت. طبعا انت عندك اي حشوه عايزه تحطيها حطيها. احنا هنعمله بطريقه اقتصاديه بالبطاطس المحمره. حمرك شويه بطاطس كده حلوين
وتبداي تحطي بالشكل دوت. عندك ستريبس قطعي قطع وحطي، عندك ماكس جبن، عندك فلفل الوان حطي، عندك بسطرمه حطي، عندك مثلا عصاب لحمه حطي. انا حطيت كمان زيتون، واحط جبنه موتزاريلا اهو. ولو عندك كمان مثلا بواقي فراخ، بواقي لحمه، شاورمه لحمه، شاورمه فراخ، حطي اعملي الكريب باي طعم انت بتحبيه. وبنزل على طول على الجبنه الموتزاريلا شويه كده بالصوص اللي احنا عاملينه دوت. الصوص ده طعمه حلو جدا جدا. وبقى يعني بقفل بالشكل ده، بصوا بيبقى معايا بالشكل دوت. بس هو ده الكريب يعني، خلصت على كده، ما بياخدش وقت خالص. الكريب ده طريقته سهله وبسيطه جدا جدا، كمان اقتصادي بالبطاطس. تمام، عشان محدش يقول بقى ايه باللحمه او بالفراخ، لا والله ما كانش عندي خالص يعني. الحمد لله، وعملناه واتغدينا بيه وكان حلو جدا. حابه طبعا تزودي المقادير يعني ونضاعف الكميه. انت هتعملي ضعف المقادير اللي انا قلت لك عليه ده، تطلع لك 10. تمام، لكن لو عايزه 5 كريبات، هي المقادير اللي انا قلت لك عليها ديت حلوه جدا جدا. كتري بقى في البطاطس كده، يعني بنتني الكريب اهوت نصين. نحط الصوص اللي احنا عاملينه، كاتشب، مايونيز، عندك مستردة حطي، قطع خيار مخلل حطي، حطي زيتون، حطي جبنه موتزاريلا كمان. وهقفل بقى بالشكل دوت اهو. 7 كده و7 كده اهو، الاتنين يخشوا على بعض بالسبعات كده. بس خلاص، هو ده الكريب يا جماعه. بس هعمل بقى الكميه اللي معايا كلها كده، عشان ايه مش عايز اطول عليكم، بس انا في نفس الوقت عايزه اوريكي الطريقه ازاي بتاعه الحشو. طريقه سهله وبسيطه، عشان لو طبعا اول مره تعمليه يطلع ايه ناجح معاكي. خلاص، عملنا همت الخمسه همت بالصلاه على النبي. الجريل يبقى سخن على النار، هحط له معلقه زيت كده كبيره. اول ما يبدا يسخن كده حاجه بسيطه، انزلي بالكريب بتاعك بالشكل ده. حط كله فوق بعض، قصدي جنب بعضه. بص، حط كله جنب بعضه. ماشي، انا مهيبره شويه لان طبعا يعني الواحد تعبان يعني، فتلاقوني مهيبره شويه. بس عايزه اقول لكم يعني على الطريقه المظبوطه. حطينا كله جنب بعض اهوت دقيقه بالظبط كده، او ما يكملش كمان دقيقه. تبص تلاقيه خد لون دهبي حلو قوي من تحت. قلبي الناحيه التانيه على طول. بس حاجه وقعت معاكي شيليها ودخليها في قلب الساندوتش، او في قلب الكريب يعني. الوقت ده التليفون كان عمال يقع، سبحان الله والله العظيم. التليفون وقع كام وقع كده في التصوير دوت. بس الحمد لله، يلا قدر الله ما شاء ايه فعل. بصوا خلاص، خد اللون الحلو دوت اهو. حابه تديله لون تاني وتقلبي الناحيه التانيه تاني، تمام، مفيش اي مشكله عادي. هو كله معلقه الزيت اللي انا شغاله بيها يعني تحمير. وخلاص اهو الكريب خلص، ما خدش وقت وسعره بسيط. عملته في البيت بارخص تكاليف طبعا، شويه دقيق، شويه بطاطس محمره يعني. حتى الصوصات ديت لو عندك حطيها، ما عندكيش خلاص استبدليها باي حاجه متوفره عندك يعني. ما توقفيش على حاجه، اعمليه باي حاجه عندك في الثلاجه بواقي. كنت محتاجه بس شويه فلفل الوان كمان، كنا ظبطنا الدنيا كمان. بس خلاص اهوت. عايزه اقول لك يعني كريب سهل وبسيط، وجربوه ان شاء الله هيعجبكم. متبخلوش علينا في اللايك والاشتراك في القناه. ولو في اي استفسار اكتبوا لي طبعا في الكومنتات. تجيبي بقى الورق اللي هو القصدير دوت، وتعمليه على شكل قرطاس كده، وتدخلي بقى جوه كده. في ورق كريب بيتباع كمان كده بقى كراتين على شكل مثلث بتاعت كريب، برضو ممكن تحطي فيها. الولاد يعني مفرحوا بيها جدا. انا عملت 5 يعني على عددنا. كان حلو وسهل وبسيط، واكله حلوه جدا. بصوا بقى الجبنه الموزاريلا جوه يعني بتلظ وبتبظ يعني. بس انا ما كترتش بصراحه، لان حاجه غاليه، انا بعمل على القد يعني. بصوا بقى الجمال، كتروا بقى زي ما انتوا عايزين. حلو، بس كان سخن جدا. اشوفكم بقى في فيديو جديد. ويا سيدي يا سيدي على الجمال. شايفين بقى الجمال؟ هو ده.